انتي قاعدة هنا يا زينب؟ عاوزاني اقعد فين؟ في اوضه الدكاتره؟ اصلي طليت عليكي من شوية، كانت الأوضة فاضية. كنت بمر على العيان اللي في عنبر 7 اللي عامل العمليه النهارده. انا برضو كنت عاوزاكي عشان كده. في ايه تاني؟ لا ابدا، اصل الدكتور سامح بيقولك العيان اللي في عنبر 7 ياخد العلاج ده. هاتي يا اختي هاتي. يا ساتر، ايه مالك يا حنان؟ من ساعة ما استلمت الوردية وانا واقفة على رجليا. مش خلصتي خلاص اللي وراكي؟ بعد ساعتين ابقى ادي الحقنة للعيان اللي في أوضة 204. من حق سميحة عزمتك. عزمتني بس مش هقدر اروح فرحها. معقول هنروح من غيرك؟ ليلة فرحها عندي نبطشيه. طب ما تبدلي مع انصاف. انصاف رايحه قبلينا. بيقولوا ان وقعتها حلوة قوي. عريسها بقاله 7 سنين بيشتغل بره وجايب الحلو كله معاه. يعني هيكبش ويديها. انا سامعه انها هتدخل مع امه. مادام ربنا فتحها عليه ليه ما اجرش شقة تانية؟ يمكن وحيد يعني يسيبها لوحدها. وجايز تشيلها حماتها في عينيها. مين عارف؟ عقبالك يا حنان. لا انا لسه بدري عليا قوي. ليه صغيره؟ يمكن حلفة هتتجوز بس لما تقفل 30. يا اختي انفاتك البدري. واخواتي مين يربيهم؟ مفيش حد بينام بطنه فاضيه. البركة في والدتك. هو انت لما هتتجوزي هتتبري منهم؟ المصاريف تقيلة قوي على ماما. اعملي لها قرشين وحوشي بقية مرتبك. ادخلي بيه جمعيه معانا وتقبضي لك مبلغ تجهزي بيه نفسك. انا ما بفكرش في نفسي. هو مين يا اختي بقى اللي واخد عقلك؟ اخواتي يا خديجة، اخواتي لازم اقف جنبهم. ما انت تقدري تساعديهم وانت في بيت جوزك. وانا ضامنه اللي هتجوزه يوافق على كده. هو انا اقدر اشيل قرش واحد من ورا صبح جوزي يا اختي؟ خلاص خليكي كده لحد ما تربي وتكبري وتوظفي كمان. ايه يا بنتي اللي خرجك بدري كده؟ كان ورايا شغل. شغل؟ يعني مش رايحه المستشفى الليله؟ معقول يا ماما؟ الله، امال ايه الحكايه؟ ابدا، كنت بشوف النتيجه. نتيجه مين؟ اصل كان في اعلان لشغل في مستشفى. الله، طب ما انت بتشتغلي والحمد لله في مستشفى، ايه اللي جد؟ دي مستشفى بره. بره؟ يعني هتسافري؟ لا مش دلوقتي، بعد شهر. هتسافري لوحدك يا حنان؟ هيسافر معايا 3 من زميلاتي في المستشفى. اول مره يا بنتي تبعد عني. دي فرصه يا ماما. يعني عاجبك اللي احنا فيه ده؟ يعني احنا اول الناس؟ لا اخرهم. عاجبك الحق اللي احنا عايشين فيه ده؟ مش على قد الحافل. كفايانا بقى اللي حفله حد كده. قصدك ايه؟ لازم نعزل من هنا ونسيب الشقه دي. هنروح فين يا بنتي؟ ما هي لمانه ومتويانه. مش معقول هنفضل طول عمرنا فيها. انت ناسيه طلبات اخواتك. علشان كده لازم اسافر. وهتقعدي قد ايه؟ 4 سنين بس. اقعد ما اشوفكيش 4 سنين يا حنان؟ ازاي يا ماما؟ هنزل كل سنه شهر. شهر بس ده ملحقش اشبع منك. استحملي يا ماما، ال4 سنين بيفوتوا هوا. ها، مفيش اخبار عن حنان؟ وحياتك يا تفيدة يا اختي بقالها شهر ما اعرف عنها حاجه. يمكن الجوابات جايه في السكه، مش بتيجي من سفر. ربنا يا اختي ما يقطع جواباتها. قوليلي، هي بقالها كام سنه كده مسافره؟ 8 سنين. ياه، دي قعدت واستكفت. والنبي ما هو بخاطري، غيرش بس هي اللي نشفت دماغها. ربنا يجيبها بالسلامه وتتنبه بقى لروحها. وغلاوتك يا اختي نفسي افرح بيها. ما انا جايه قصده كده برضه. خير يا تفيدة؟ هو خير برضه ليها ولابن حسين. حسين؟ مالك اتخضيتي كده ليه يا انصاف؟ هو حسين في حاجه تتعيب؟ لا مش قصدي. اصل حسين ابنك خاطب ومقدم شبكته. فسخنا الخطوبه. ايه؟ وليه بس؟ طلعت مش ولا بد، والحمد لله اننا لسه على البر. بكره ياخد احسن منها. موجوده وحياتك، وست ستها كمان، والاقربون اولى بالمعروف. ربنا يا اختي يديم المعروف. هيديموا باذن الله لما حسين ابني ياخد بنت خالته حنان. هو نكره عاقله وكامله ومن تبنى. ده احنا اخوات، والضفر ما يطلعش من اللحم. كنا ليه نمد البره؟ جايز اللي حصل ده خير. يبقى لازم نمشي بقى في الخير عشان افرح حسين. طب استني بس لما ترجع بالسلامة. لسه هنستنى لما ترجع يا انصاف؟ ما انا يا اختي ما اعرفش اروح لها يا تفيدة. يا اختي ابعتي لها جواب وبلغيها وشوفي ايه رايها.
فرحيها في غربتها. ان كان جوابي هيفرحها ويسعدها من بكره هخلي جلال اخوها يكتبه. عندي ميعاد يا ماما. والميعاد ده ما يتاجلش لبكره؟ ما ينفعش يا ماما. يا بنتي ده انت واصله من يومين بس، لازم تريحي نفسك. يعني بلاش اخلص المصالح اللي ورايا؟ بخصوص شغلك؟ لا، علشانكم انتم. مفيش حاجه يا بنتي عايزاها. عاجبك قعدتنا في الشقة دي؟ طب وهنروح فين؟ نروح شقة تانية فين يا بنتي؟ في حتة اهدى وارقى. بالساهل كده؟ لا، ما انا دورت لحد ما لقيتها. شقه ايجار؟ تمليك. لا طب يعني هتدفعي فيها كتير؟ بس نقعد مرتاحين. عفشنا يا بنتي ما ينفعش ندخل بيه سكن زي ده. ما تحمليش هم فرشة. انا حامله هم فرشك وجهازك. لما يجي وقته. يوه لسه هنستنى يا بنتي. مستعجلة على ايه بس يا ما ماما؟ بقتيش صغيره، ده انت عندك 28 سنه. وهعمل ايه؟ تديني كلمه ارتبط بيها مع خالتك. ما انت عارفة رأيي من سنتين. وانا ما رضيتش اخد ودي معاكي في الجوابات، قلت لما ترجع يمكن تعقل وتوافق. لا، لسه رافضاه.